هفضل طول عمري اقول الصداقة مش بعدد السنين، الصداقة فعل، الصداقة احساس، تضحية. الصداقة اسمى العلاقات الانسانية اللي ممكن يتخيلها بشر. لكن كلام المعسول ووقت الشدة ما تلاقيش صديقك، يبقى تعرف دي صداقة فنكوش، صداقة مصلحة، خد مصلحته منك وكت. ودي حكاية النهاردة. حكاية النهاردة اتنين المفروض أصدقاء تجار، أصحاب محلات. واحد فيهم كل يوم يجي يقعد جنب صاحب المحل التاني اللي فاكره ان هو صديقه وعشرة عمره، ويقعد يشتكيله: مراتي متغيرة معايا، مراتي مادية، مراتي عايزة فلوس على طول، مراتي مش عارف ايه، مراتي مدري ايه، وعمال يحكي والتاني يشتري. لحد ما التاني مراته تعبت وبقت طريحة الفراش. طمع في مرات صديقه، ست بيضة وحلوة وشايفة نفسها وبصحتها. خد رقم تليفونها من تليفون صاحبه وصديقه واتصل عليها وقال لها: جوزك بيقول عليك وبيقول وبيقول، واللي ربنا قدره عليه قاله. وعمل فجوة كبيرة بينهم هما الاتنين. التانية من هبالها بتقوله: طب اعمل ايه؟ قال لها: مني منك اخلعه. قالت له: ما معيش فلوس الخلع، المحامي عايز قد كده. قال لها: انا هدفعلك، ولا انك تعيشي مع بني ادم زي ده فضحك في المنطقة كلها، التجار كلهم عارفين بحكايتك، وانك بتعامليه وحش، وانك دايما قاعدة عند اختك واخدة بنتك اللي هي مش بنته اساسا. بالفعل لعب في دماغها. قالت له: خلاص ارفع لي قضية الخلع. قال لها: وكلي محامي، انا عارف محامي، اعملوا له توكيل في الشهر العقاري، هبعت لك اسمه، وبعد كده انسى الموضوع. فعلا كام شهر كانت خلعته، والتاني بعد العدة على طول اتجوزها. كان راسم لها البحر طحينة: ده انا هفسحك، ده انا هخرجك، ده انا هديك، ده انا هعمل لك. كانت فاكرة بقى انه هيكبش ويديها زي جوزها الاولاني ما كان معيشها في نغنغة في بداية حياتها. كانت فاكرة كده، وخصوصا ان ده اغنى من جوزها الاولاني. فوجئت ان مقعدها في شقة ايجار، وبدأ يحاسبها حساب الملاكين، يديها فلوس تشتري الخضار، فتبعت البوابة تجيب. بعد ما تجيب الطلبات لو فضل جنيه يقول لها: الجنيه حرامية، هو انت فاكراني اهبل ولا ده عصافير زي طليقك اللي شفطتيه وبعد كده خلعتيه؟ استغربت وقالت له: انا شفطته؟ قال لها: ايوه، مش خدت الشقة والعربية والمحل؟ قالت له: ما انت السبب، انت خليتني ابيع العربية. قال لها: وانا مالي؟ قالت له: المحل لعبت في دماغي ان انا ابيعه. قال لها: ماليش فيه. قالت له: ده الشقة ايجار قديم، وبنتي قاعدة فيها لما اتجوزت، وهو قاعد مع بنتي. قال لها: ماليش فيه. وبدأ يعاملها أسوأ معاملة، لدرجة ان ما بقتش لاقية فلوس، بقت تتصل باخواتها تستلف منهم، واخواتها يدوها وهم عارفين ان هي مش معاها تسد. ندمت ان هي اتطلقت، وبدأ يحكمها راحة فين وجاية منين، مش زي طليقها اللي كان سايبها بحريتها
تخرج تشتري حاجات، تروح عند اختها، ما يقولهاش حاجة، يقول لها براحتك عيشي حياتك، انا مش قيد عليكي. التاني مش كده خالص. جه طريقها عي، قال لها روحي زوريه. قالت له ده معهوش فلوس يتعالج. قال لها ارميه في اي مستشفى حكومي، يعني انا اللي هصرف عليه وبنته تبقى تتابعه. قالت له ده مش بنته، ما انت عارف ان انا وهو ما خلفناش، ده احنا دي كفلناها من ملجأ. قال لها بس ربيتوها خلاص بقت بنتكم، انا ماليش فيها. وبالفعل ودوا الراجل مستشفى حكومي، ما كانوش بيسألوا عنه، محدش بيصرف عليه، لحد ما السر الإلهي طلع. مات الراجل. بعد ما مات قال بتدور حيلته ايه، ان كان له فلوس في البنك تقول انا اولى بيه، انا كنت بصرف عليه وهو في المستشفى. راحوا يستعلموا على رصيده، لقوا رصيده زيرو. يسكت جوزها التاني؟ لا، يقول لها ده كان سمسار، ده بيعة من البيعات اللي باعها، خد سمسارة 25,000 جنيه. شوفي كان بيعة كان بيعملها للناس، ودى فلوسه فين. وفضل الموضوع رايح جاي، ده فلوسه اختفت، ده بنته خدته، ده مش عارف ايه. اللي زاد وغطى ان كان مسلف اخ من اخواتها 20,000 جنيه، وكل ما يطلبهم منه يماطل، يقول له حاضر لما اخد مكافأة المعاش، لما ربنا يسهلها. ومات الراجل وما خدش فلوسه. جت تطلب من اخوها الفلوس، قالت له فين الفلوس بتاعت طليقي، انت عارف ان انا كنت بصرف عليه انا وبنتي. قال لها هو قال لي طلع الفلوس دي للجمعيات الخيرية، ما تديش اختك ولا مليم، وانا طلعتهم. وشفط الفلوس، وهي بقت هتتجنن، لا عارفة فلوسه راحت فين ولا طالت الفلوس اللي عند اخوها. وفضلت تندب حظها، وتقول انا غلطت ان انا رجعت اتجوزت تاني. عارفين يا جماعة اللي يحزن في الموضوع ده بكل اسف بصراحة، انها ما افتكرتش لجوزها في يوم من الايام اللي هو طليقها، في يوم من الايام كان معيشها ايام عز وهنا ونغدغه، سنين عاشتهم في عز. نسيت ده كله، افتكرت بس ايام القحرطه، ايام كورونا اللي الناس كلها اشتكت منها، ده العالم كله الدنيا كانت زنقه معاهم ايام كورونا. هي نسيت كل ده، فضحته، ما بيصرفش، ده بخيل، ده مش عارف ايه، واتبطرت عليه واتجوزت صديقه الانتيم اللي رسم لها البحر طحين، وفي الاخر طلع اسوأ مخالق ربنا. الحكاية دي تعلمنا ان احنا ما نثقش في الناس زيادة عن اللزوم، ما نحكيش اسرار بيوتنا واسرار حياتنا ايا كانت لحد ونقول ده صديق عمرنا. او الصديق اهو اشترى من صديقه وبعد كده باعه في اول محطة، وبلغ مراته بكل حاجة، وكان بيحط على الكلام كلام لحد ما عمل فجوة كبيرة ما بينهم هما الاتنين. طمع في مرات صديقه واتجوزها، ومراته عيانة، ما رحمش الست التعبانة اللي شالته سنين، ما رحمش ده، بص لغريزته، طمع في مرات صاحبه وصديقه، ويقول اصلها كانت حب عمري اللي كنت اتمنى ان انا اتجوزها. لما هي حب عمرك
ما اتجوزتهاش ليه؟ يقول اصل ابويا كان رافض. طب ما انت اتجوزت وخلفت وهي اتجوزت، ليه تبص لغيرك؟ مفيش فايدة. علشان كده لازم نتعلم كلنا، ما نتخدعش في المظاهر، ان الصداقة فعلا مش بعدد السنين، الصداقة مش بالطبطبة والكلام المعسول، الصداقة فعل، الصداقة موقف. ده لو كان صديق وفي كان عقله، كان يقول له لأ، حاول اديها مصاريف، حاول زود المصروف، هي عندها حق، الدنيا غالية. كان حاول هدى، مش ياخد منه ويقعد ينفخ، عارفين، في الدخان لحد ما يشعل النار. يقول له لا ده هي غلطانة، ازاي تقول كده؟ ومن وراه يتصل عليها ويقول لها الحقي جوزك بيقول عليك وبيقول ومشوه صورتك في المنطقة. ادي الصديق. ياما اصدقاء باعوا اصدقائهم علشان مصالحهم، علشان طمعانين في اللي عندهم. ياما اصدقاء بكل اسف استندلوا مع اصدقائهم وضيعوا اصدقائهم علشان مصالحهم. ياما اصدقاء بصوا في رزق اصدقائهم. الناس دي عمرها ما كانت صديقة، دي والعياذ بالله عاملين زي الحية اللي بتلبت ملمسها ناعم ولدعتها والقبر. ربنا يكفيني ويكفيكم شر النوعية اللي زي دي. قولوا امين يا رب العالمين. قبل ما اقول سلام، تعرفين رجائي اليومي، تترحموا على امي وابويا وحبيبه بنت اختي وكل امواتنا. قولوا امين يا رب العالمين.